الناس اللي في حياتها شخص حب يثبت وجوده في حياتها او حبت تثبت وجودها في حياته، فكانت دايما بتسأل عليه وبتطمن عليه ودايما معاه ولحظة بلحظة، والصبح تلاقيه بالليل تلاقيه، منين ما تفكر فيه تلاقيه، منين ما يفكر فيها يلاقيها. وحصلت حاجات شغلتهم عن بعض، ودلوقتي هما مش مع بعض بنفس القدر، لانه مشغول وهي مشغولة، او لانه طرف فيهم مشغول، فالتاني بيعاني من الاهمال. ما هو ده اسمه بعد اهتمام بيسمى اهمال. بص، ممكن حد يبقى بيعمل حاجة ومركز في مستقبله وللأسف مضغوط، للأسف عشان نبقى صراحة، حاجة تتوقف عليها مستقبله ويتوقف عليها حياته، فشوية بيبقى مضغوط وبعدين بيبقى كويس. احنا امتى نبدأ نحاسب؟ لو الضغطة دي طولت، لا انت هتفضل مضغوط وانا في حياتك كأني مش موجودة، وانا في حياتك كأني مش موجود، لازم هنا واقفة. لكن مش من اولها، اول ما ينشغل بيبقى فيه وقفة. ليه؟ دوري انت كمان على حاجة تشغلك، دور انت كمان على حاجة في طموحك تشغلك، تبقى انتوا الاتنين ايه، مشغولين بطموح بعض برضه مع بعض. بس مش ضروري لما ينشغل يبقى في حاجة، او يبقى هو كده بيحبنيش. لا، بيحبك وكل حاجة، بس بيحضر مستقبله عشانك، انت بتحبيه وكل حاجة، بس عايز تبقي احسن عشانه وعشان ولادك وهو كمان. ففرقوا الكلام عشان تعيشوا اجمل ايام. وصدقوني، اللي ينشغل بشكل مؤقت يبقى بيحب، لو بدائم يبقى ربنا يستر عليه.